اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعاده. زي ما احنا شايفين كده، الاكله دي بتحتاج غاز كتير، بوتاجاز، بتحتاج مجهود، بتحتاج يعني حاجات كتيره. لايك وشير وسبسكرايب، وتعالي نشوف احنا هنوفر في الغاز ازاي، وهوفر لك في انبوبه غاز. صلوا على الرسول واستغفر الله كتير. وتعالي نشوف بعد ما حضرنا المحشي وظبطناه بالخلطه بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها في القناه. حضرناه وحطيناه في البريمة كده، ومش عايزة اقولك بقى البريمة نفسها عامل ازاي في الاكل، حاجة تانية خالص. وخصوصا كمان في الفرن البلدي. هتجيبي خشباية كبيرة خالص، تمام، وهتولعيها تحت المحشي. بس زي ما انت شايفة كده، انا مش بولع حاجة وكل حاجة شغالة زي الفل. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، بجد بحبكم كتير وبتوحشوني كتير جدا. ويلا نوفر بقى في الاكلات. ولازم يعني اقتصاد البلد والظروف اللي الناس كلها شغالة فيها اليومين دول او بتمر بيها اليومين دول، لازم بقى ايه، نبص كده لبيتنا ونوفر له. وكمان اللي تقدر تعمل اي حاجة تقدر تعملها، لان لو عندك سطح بيت او عندك مكان جنب البيت ممكن تعملي كانون. الكانون يعني حتى النت ما خلاش عمايل الكانون. الفرن ده لسه عاملاه برضو جديد، يعني برضو لقيت القديم باظ، قمت جايه هداه وعاملينه جديد في مكان تاني خالص. وطبعا لازم نتعلم من اخطائنا، تمام. يعني انا النوبه اللي فاتت كنت عاملاه صغير وواطي قوي، المره دي كبرته وعليته، وطبعا ده افضل واحسن الحمد لله ما شاء الله، الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني هتجيبي اي خشب، لو انت ما عندكيش قش رز من اللي بيولع، هتجيبي اي خشب وشويه ورق او شويه جاز ولا اي حاجه تحطيهم على الخشب، هيولعوا على طول. ومش واخد منك اي حاجة، يعني مش واخد منك اي مجهود. وصدقيني بقى هتشوفي طعم وريحة وشكل، ومش عايزة اقولك على جماله. طبعا زي ما احنا شايفين في الصينية الاولى اللي احنا شفناها في اول الفيديو، كان في بط على وش الرز. البطاية ديت انا سويتها، سبتها في تكة بسيطة كده. بعد كده حطيتها مباشرة في قاع البريمة. ده برام واسع كبير زي صينية، وبرام عادي خالص. بعد كده فضلت بقى ايه الولع شغالة تحتهم كده وهم يغلوا. احلى واجمل محشي ممكن تاكليه بالخشب اللي انت شايفاه قدامك ده الخشبات دي توفر لك بالظبط انبوبة غاز واحدة. بقى تيجي تقول لي هو يعني عشان هنعمل اكلة واحدة الانبوبة هتخلص؟ لا يا حبيبتي، يعني مرة في التانية هتلاقي الأنبوبة خلصت منك. ويا عالم البوتاجاز بقى بينفذ من اليمين ولا من الشمال، وبعدين الأنبوبة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، غلت وغلت خالص، مش غلت حاجة بسيطة. فاحنا على ما الأزمة دي تعدي، لو عدت على خير إن شاء الله يعني، نحاول بقى نلم خشب، نجيب خشب، نشتري خشب. ما اعتقدش ان هيكون اغلى من الانبوبة واغلى من الغاز. هتجيبي خشب من اي مكان وهتعملي كانون، هتعملي فرن صغير. وزي ما قلتلك النت مش مخلي حاجة. وزي ما انت شايفة معايا الخشباية كانت ما شاء الله كبيرة، مولعة لوحدها، والمحشي فوق بيغلي. وطبعا في البداية كده بكون حاطة عليه غطيان صغيرة، يعني محصلة صوابع المحشي. وبعد كده بقوم جاية خلاص لما ينشف المية من على الوش، هي مش مية، هي شوربة البطة. اما ينشف الشوربة او المرقة بتاعة البطة كده، او اللي انا عاقدة بيه المحشي، بعد كده بحوشها بقى واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده. وبعد كده بتحمر من على الوش وبتبقى لذيذ، والله لذيذ. شايفين بقى الجمال والحلاوة، انا بولع، انتوا شايفيني بولع قدامكم، قصدي يعني ايديا بتحط اي قشي ولا اي حاجة، لا هي شغالة لوحدها كده ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما احنا شايفين الموضوع سهل وبسيط جدا، واحنا عارفين كلنا خلطة المحشي. والتكاية بقى البسيطة اللي احنا دايما بنعملها وبتكون مهمة، ان انت بتعملي بصلاية نية بتحط عليها شوية توابل حلوين كده من انواع التوابل اللي انت حطاها على المحشي.
وبعد كده بتحط شوية زيت طبعا كمان. وزي ما انت شايفة زي ما قلتلك ان هو لما بيغلي في تسوية المحشي، بتقومي حايشة بقى الاطباق او الغطيان اللي انت حطاها على الوش، ايا كان، ان كان على البوتاجاز او على الفرن او في الكانون. وبعد كده بتقومي جايه بقى سايباه مع نفسه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده، والله الريحه تجنن بجد. الواحد يشم الريحه قبل ما ياكل، حاجه فظيعه يشبع. طبعا زي ما انت شايفه معايا، بسم الله ما شاء الله. كده خلاص، يعني هو كده خلاص دخل في السوا، هو خلاص نشف. هقوم جايه بقى مغطيه الفرن قافلاه خالص، واسيبه مع نفسه بقى. رحت وجيت تقريبا ربع ساعه، لقيته كله تمام خلاص، هو استوى بسم الله ما شاء الله. طبعا الاضاءه ظلمه، اللون ظلمه خالص. فده طبعا صينية، صينية المشاهير. طبعا مش عايز ايه ان انا اجيبها على وشي كده، لانها استلس وهتجيب الدنيا بقى ماشي. فدلوقتي انا هقلبها، ويا ريتني ما قلبتها. كسلت ان انا امسك فوطة مطبخ، ومش عايزة اقولك بقى ايديا عملت ايه. زي ما انت شايفة معايا البرام، يا ايديا يعني هتخبطي ايه، ده انا ايديا اتحرقت. طبعا الصهد طبعا اللي طالع منه ما قدرتش كمان ان انا استحمله. كانت بنتي اللي ماسكه الموبايل، جبت بقى فوطه كده او قماشه كده نظيفه، وقمت جايه ايه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين البخار ده لو جه على ايديكي مش فظيع. طبعا زي ما انت شايفه معايا البطايه استوت تماما تماما، وكمان احمرت. انا ما كنتش محمراها اول ما حطيتها تحت المحشي، وانا بلف المحشي انا مش حطاها خالص خالص، مش محمراها خالص. وزي ما انت شايفه معايا، شايفه والله ما حمرتها ولا حطيتها في زيت. كل الحكايه ان انا كنت عامله بحته دهنه او ليا المحشي، وحطيت، هي طبعا مسحتش، فحطيتها في البرام من تحت كده، وحمرت لي الدنيا زي ما انت شايفه. البط كان متحمر من تحت جميل جدا، الله على الريحة بجد بقى. انا جحت تاني بجد يا جماعة، لازم تجربوا الطريقة ديت. طبعا انا كنت الاول بعمل المحشي ومش بسويه معاكم، دلوقتي انا بسوي المحشي. شايفين بقى بيقطم ازاي، دايب والله، دايب والله، دايب دايب دايب. شايفين بقى قلب المحشية والاضاءة اللي مخليها فاتحة، بس هي بسم الله ما شاء الله هي مظبوطة، لا حمر قوي قوي ولا هي بيضة قوي. طبعا مش عايزة اقولك كانت الطماطم ايه كده هوت. وطبعا كنت محمراها بمعلقتين صلصة، ويعني شوية طماطم على شوية صلصة، ولازم تمشي الدنيا. وبعد كده دي البطاية حطيتها على الوش، وبألف هنا وشفا الكل اللي أكل، وألف هنا وشفا الكل اللي هيعمل الأكل. طبعا في بنات كتيرة انت هتيجي تقولي انت بتعرفينا، انت معرفتناش الطريقة موجودة على القناة. لو كتبتي مطبخ رشا المحشي هيجيب لك تورتة محشي، هيجيب لك اعمال المحشي، هيجيب لك خلطة المحشي، هيجيب لك كل انواع اللي انت عايزه تعرفيه. بس كانت في بنوته حبيبه قلبي طلبت مني ازاي اسوي المحشي، فقلت لها ازاي تسوي المحشي. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.